تعالوا نروح بقى لموضوع كهرباء. النهارده كابتن احمد حسام ميدو كلمني الصبح، وانا كنت كمان شفت الفيديو بتاعه اللي بيأكد ان كهرباء لن يتم ايقافه الا بعد 4-5 شهور، وان كهرباء هيلعب عادي الفتره اللي جايه. وقلت له انا مختلف معاك يا ميدو في كلامك. قال لي لا، انا عندي مصادر قويه جدا جدا جدا، وده اللي هيحصل الفتره اللي جايه. فابتدى يقنعني يعني احمد حسام ميدو، وابتدى قال لي هدخل معانا دلوقتي محامي كبير جدا هيشرح لك ان ده اللي هيحصل فعلا. ودخل معايا المحامي الكبير فعلا، تليفون ما بيننا احنا الثلاثه، انا وكابتن احمد حسام ميدو والمحامي الشهير المحامي الكبير اللي عنده قضايا طول الوقت في الاتحاد الدولي. وقال ان لابد ان حيثيات الحكم توصل لكهرباء وتوصل للنادي الاهلي وتوصل للزمالك، وبعد ما توصل حيثيات الحكم من حقه انه يقعد شهر تقريبا، كهرباء يقعد شهر يقرا في الحيثيات، وبعد كده يقدم مش عارف طعن او استئناف، وبعد كده الاستئناف يعني يروح تاني ويروحوا لمحكمه الكاس، قصه كده. وقال لي ان دي قرارات ولوائح لجنه الانضباط. فابتديت اقول سكت، يعني عمال اقول له مش منطقي ان واحد يتوقف 60 يوم فخلال، وقال لي على فكره الحيثيات لغايه دلوقتي ما جاتش. فقلت له مش منطقي ان واحد يتوقف 60 يوم والحيثيات ما توصلش خلال ال 60 يوم، فيدوا له شهر كمان وبعد كده يدوا له 4 شهور، فده كلام مش منطقي. فقال لي لا، هو ده اللي بيحصل وهو ده اللي حصل، وعصام الحضري حصل له قبل كده وكلام من هذا القبيل. تمام. فدخلت على القرار اللي اتبعت من لجنه الانضباط بالاتحاد الدولي بالانجلش، تمام، عشان افهم ايه اللي بيحصل. انا هعرض لكم القرار واللي مكتوب كده مرتبط بالخط ده ما معناه ايه. بصوا ده انا عشان انا مش شايف، هو ده اسم كهرباء يا جماعه عشان طيب تعالى اقراها لكم كده بالراحه عشان بس الناس تفهم القصه. يعني ما معنى ده؟ يعني هقول لكم استنى. مستر محمود عبد المنعم عبد الحميد سلطان is granted a final deadline of 60، معنى انا بقرا اهو خلاص، of 60 days as from notification of the present decision in which to settle said amount. يعني ما معنى ده يا جماعه؟ ان القرار او ال 60 يوم يبداوا بمجرد ان انا بعلمك بهذا القرار. يعني بمجرد ان انا علمتك بهذا القرار ال 60 يوم يبداوا. ده كلامهم، وده اللي موجه لحاله كهرباء وهي حاله خاصه. وبالتالي ما ينفعش انا لجنه الانضباط تبعت لي تقول لي ان بمجرد ان انا اعلمك بالقرار دوت يبدا ال 60 يوم. يعني انا مثلا اعلمتك يوم 9 فبراير، اعلمتك يوم 8 فبراير، اعلمتك يوم 10 فبراير، اول ما تعرف القرار وبالتالي على طول يبدا 60 يوم. ده كلام. فما جيت كلمت مع ميدو بالليل فقال لي لا، ما هو اصل لوائح لجنه الانضباط حاجه ثانيه. قلت له ما ميدو، لو لوائح الانضباط حاجه ثانيه ما ينفعش لجنه الانضباط نفسها اللي هي واخده قرار تبعت لي كده. يعني ما لو هي هتخالف لوائحها، يعني هي بتبعت لي ليه؟ دي الحاله اللي قدامي، كل حاجه وليها حاجه مختلفه. الحاله كهرباء دي حاله شاذه لم تحدث من قبل، ويمكن ناقشوها في اكتر من مكان. يعني ناقشوها في بتاعه المحترفين دي بتاعه الكابتن مجدي عبد الغني اللي هي العالميه دي، ناقشوها، وناقشوها ايضا في لجنه الاتحاد محكمه الكاس الرياضيه كحاله شاذه لم تحدث من قبل. يا تمام. طيب في واحده ثانيه بقى، قال لك لازم تعلمني بحيثيات القرار، يعني لازم تعرفني حيثيات القرار عشان انا ما اعرف حيثيات القرار. لا تعالوا بقى اوريكم كمان نفس الفيفا بعت ايه. ما معنى الكلام ده ايه؟ ما معنى الكلام؟ ان انا غير ملزم، خدوا بالكم، غير ملزم ان انا اعرفك حيثيات القرار، ولكن هكتفي بنقاط اللي هي ان انت 60 يوم، ان انت لو ما دفعتش خلال 60 يوم هتكون مهدد بان انت يتم ايقافك 6 شهور تاني، ان انت لازم تدفع ما اعرفش كام 30,000 فرنك ما اعرفش الايه، ان انت هي دي النقاط بتاعه القرار. وكاتب كده انا غير ملزم. انا بقول لكم اللي مكتوب من الفيفا، انا ما اعرفش الدنيا رايحه لفين، كلام ميدو صح كلام ميدو غلط، المحامي اللي دخل معايا قال لي صح. انا بقول لكم الجواب اللي وصل رسمي لنادي الزمالك، ووصل رسمي لمحامي كهرباء، ووصل رسمي الكهرباء، ووصل رسمي لمحامي نادي الزمالك الايطالي. وبالتالي حطوها تاني على الشاشه يا جماعه عشان برضو اللي عايز يصور اللي عايز يقراها على مهله
ده قرار كهرباء، ان هو ان الاتحاد الدولي مش مطالب انه يعني يقول لك حيثيات الحكم، لكن ممكن هيقول لك نقاط الحكم او القرار. النقاط معروفه تمام. ميدو بيقول لازم يعلموا بحيثيات الحكم. هنا اللي بعتوا الفيفا من لجنه الانضباط بتقول لا انا غير ملزم ان انا ابعت لك حيثيات الحكم. ده الكلام اللي قدامي على الورق، انا ما بقولش حاجه من عندي خالص. يمكن ميدو قال لي انا هطلع في برنامجي هشرح القصه من اولها لاخرها. كل الاحترام والتقدير لكل زمايلنا، ميدو، اسلام صادق، اي حد عايز يجتهد، ولكن في النهايه انا ما بحبش ابص تحت رجليا. بعد ايام قليله، بعد شهور قليله، كل حاجه هتتكشف. هل فعلا الايام اللي جايه دي كهرباء هيكمل لغايه شهر 8؟ يبقى ميدو صح، والمحامي اللي اتكلمت معاه صح. لو ما كملش شهر 8 وطلع قرار جديد، يبقى الورق اللي انا شفته وترجمته ده صح، ووجهه نظري كانت صح. في النهايه احنا مش في خناقه، لكن احنا في جدال قانوني او في جدال على كلام على الورق. نمره 2، اسلام صادق بعد شهور قليله، هل امام عاشور هيروح النادي الاهلي؟ يبقى اسلام صادق صح. لو ما راحش النادي الاهلي يبقى اسلام صادق غلط، لان اسلام صادق اعلن رسميا انه مضى 4 سنين ونص. معنى ان انت رسميا وانه مضى 4 سنين ونص، يعني هناك اتفاق ما بين نادي ميتلاند والنادي الاهلي وامام عاشور، وان كل المفاوضات انتهت ادت الى ان امام عاشور مضى، بل كمان شرح ان امام عاشور مضى اما كان موجود في مصر وملاوي وكلام من هذا القبيل. كل حاجه يا جماعه، كل حاجه يا جماعه هنعرفها مع الوقت.